كنا عايزين نجيب النتيجة، بس الفكرة النتيجة ما جاتش على هوا حد. فهل كده النتيجة تانية ثانوي أولى ثانوي هتفرق في تالتة؟ فكك أصلا إن في مثلا حرب أصلا بين المدارس والسناتر عشان كل واحد عايز يثبت إن هو أحسن من التاني. فالنتائج أولى ثانوي وتانية ثانوي بيبقى في أغلبها لعب أصلا. يعني النتائج بقى غير تالتة ثانوي خالص، وما ينفعش أصلا تاخد أولى وتانية ثانوي كمقياس. مش معنى إنك أنت سقطت في مادة في أولى أو في تانية تبقى هتسقط في تالتة. الدنيا في تالتة مختلفة. وكمان كده كده في الأول وفي الآخر دي بتاعت ربنا. انت اللي عليك انك انت تسعى في انك انت تعمل اللي عليك، وربنا هو النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. وربنا مقدر لكل واحد يبقى في مكان معين. انت هتبقى في مكان فلاني، انا هبقى في مكان فلاني. ما ينفعش كلنا نتساوى في مكان واحد او نتباطى في مكان تحت، سواء فوق او تحت. بس كل واحد ليه حياة هي الأحسن ليه، مكتوبة له إنه هيعيشها كده. لو عاشها والله جاب كذا كانتش هتبقى كده. فانت ما تغضبش على حاجه حصلت. واللي حصل هتعمل ايه دلوقتي؟ مثلا ماشي، انا والله سقطت مثلا دلوقتي، انا هعمل إيه؟ هفضل مكتئب، هزعل كده وهفضل مكوكر على نفسي وانا سقطت واستنى؟ الاهل هيبقى وجهة نظرهم غلط خالص. الاهل هيرفضوا موضوع انك انت سقطت وكذا، بس انت ما تزعل. انت انك انت قصرت، انت تعرف انك انت قصرت في اللي عملته. تحاول انك انت تعمل اللي عليك، بس المره الجايه ما تخليش الموضوع ياخد اكتر من همه. يوم يوم يومين ثلاثه وارجع تاني، ما تفضلش زعلان كده. هي الفكره كده عامه، انك انت لو فضلت قاعد تبكي. يعني في مقوله بتقول لك ايه: don't cry on spilled milk، لا تبكي على اللبن المسكوب. انت فاهم؟ ما تزعلش على اللي حصل دلوقتي واللي حصل زمان. خلاص انسى، ده ماضي بقى خلاص. هتعمل ايه دلوقتي؟ هتبكي ماشي، انت زعلان انك انت سقطت، او زعلان ان درجتك مش باينه عامه. هتزعل دلوقتي وهتفضل زعلان؟ يعني بالعقل كده هتفضل زعلك هيعمل لك ايه؟ زعلك هيعمل لك ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. ازعل، حقك تزعل فترة مثلا يوم يومين، يعني يوم بالكتير، وريح وفك. عشان انت داخل على سنة تالتة. تالتة دي هي اهم حاجة. فكك يسطا من اولى وتانية.